اشتد الغضب بهارون وزوج أخته حور، وصرخ هارون قائلا: كذبت يا عدو الرب، إنه عجل جسد له خوار. ثم التفت إلى الناس وصرخ فيهم قائلا: يا قوم، لا يفتننكم السامري عما جاءكم به موسى. لم يستمع إليه أحد، فقد تعلقت أبصار الناس بالإله المتأرجح، وأفسحوا له موضعا في قلوبهم. وتحمس بعض الشباب من سبط لاوى وأرادوا أن يصعدوا إلى الصخرة حتى يفتكوا بالسامري، ولكن حالت دهماء من باقي الأسباط بين الشباب وبين السامري، ووقعت بينهم معركة بالحجارة والعصا حتى أوشك بعضهم على الهلاك. فصرخ هارون في الناس: يا بني إسرائيل، اتقوا الرب ولا تتفرقوا، ولا يقتلن بعضكم بعضا. وتدخل بعض مشايخ الأسباط وحالوا بين المتقاتلين حتى توقف العراك، وعاد شباب لاوى إلى جوار الكاهن هارون وقد سالت دماؤهم وتقطعت ثيابهم. ووقف عزرا من سبط جاد متحديا وقال: إن شئتم قتالا لقاتلناكم، وأنتم من بدأ بالعداء. قال هارون يائسا بائسا: كفاكم غيا يا بني إسرائيل، وحق الرب إيل، لقد فتنتم به وأضلكم السامري. قال السامري مدافعا: بل أضلكم موسى وأخلف موعده. ثم انبرى قائلا: أليس هذا الإله الذي لبستم إلى جواره من عمركم سنين؟ أليس هذا الإله الذي كان يمد المصريين ويمدكم بالقوت والرزق في بر مصر؟ ألم تكن لكم آية أن عاد إليكم ليرعاكم في هذا القفر بعد أن خذلكم موسى وأضلكم في الصحراء؟ استمعوا إليه بقلوبكم وهو يتحدث بخواره إليك. هتف حور زوج مريم غاضبا: كذبت يا مضل. ثم قال للناس: لا يفتننكم الكذاب به، إنما هو صنم صنعه بيديه كما كان يصنع التماثيل في فيثوم. أفلا ترون أنه لا يرجع القول إليكم؟ وعم الصمت على المكان إلا من حوار التمثال الذي كان يعلو كلما هبت الريح. وسكت الشيطان الذي تحدث على لسان السامري، وسكت الحق الذي جرى على لسان هارون. وكان على بني إسرائيل أن يختاروا بين حق وباطل. ومرت لحظات قد ظهر، جاء بعدها صوت جدعون الأجش من بين الناس كأقبح ما يكون، وهو يقول: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع موسى، فلن نحيا في هذا القفر دون إله. فهلل له الناس مؤيدين، وانفرجت أسارير السامري، بينما نكس هارون رأسه وهو يقول: أما أنا فأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. ثم انصرف وتبعه الكثير من سبط لاوى والقليل من باقي الأسباط. وفي المساء أقيم قداس عظيم للإله آبيس فاق ما كان يصنعه المصريون في الرمس يوم. فقد وضع السامري التمثال فوق بناء من الحجر وواجه به الريح حتى يظل خواره متصلا أمام الناس. وأتى السامري بجوار من أقاربه كن من المنشدات في معابد مصر، يوجدن الرقص والعزف على الكنارة والطبول. وضعت المباخر حول التمثال فتصاعدت منها رائحة الطيب المعطر، ووسع شراب من العوسج المخمر في كؤوس دارت على كبراء القوم ومشايخهم. لامست الألحان أوتار القلوب، وانتشت العقول بالخمر والطيب، وحركت الجواري الدماء في العروق، وتسللت الترانيم العذبة إلى النفوس. شجع فؤادك على أن ينسى أحزانك، ولتسر باتباع رغباتك وأنت لا تزال على قيد الحياة. ضع العطور على رأسك وارتدي أفضل ملابسك، وضمخها بالعطور الجميلة، فتلك أشياء الإله الأصيلة. وزد كثيرا فيما يفرحك، ولا تجعلن قلبك يبتئس. اتبع ما تشتهي وما يطيب لك حسبما يمليه عليه قلبك، قبل أن يأتي يوم مغيبك حين لا يسمع
صاحب القلب الساكن نعيمهم، ولا الذي في القبر يصغي إلى عويلهم. اغتنم التمتع بيومك ولا تجهدن نفسك فيه، فلم يأخذ إنسان متاعه معه، ولم يعد أحد ممن رحلوا إلى دنيانا. ومست كلماتهن شغاف القلوب التي أضناها الشقاء والتعب، فهامت النفوس المشتاقة إلى الراحة في رحاب الإله الذي يدعو للسعادة والمرح. وبكى الناس بكاء الوجد إلى الرب الأبكم الأصم الذي يغفر الزلات ولا يكلف بالتبعات، فأرهقوا الدماء قربانا له، وعصروا الخدود والجباه مذلة لرضاه. وشهدت الليلة التالية قداسا أكثر مجونا مما حدث في الليلة السابقة. امتلأت ساحة النزل بألوان الخمور من عصير التمر وعصير الشعير وشراب العوسة والنبيذ، واندمع الناس في رقص محموم على إيقاع الطبول والمزامير. تلاحمت الأجساد العارية وتعالت الصراخات، انتثرت الأرواح الفانية في النشوة كذرات تسبح في الهواء، وطافت مع أريك البخور في أجواء النزل. وبينما هم كذلك إذا بالغيوم تتكاثف، وإذا بالسماء ترعد، وإذا بنبي الله موسى فوق رؤوسهم يقف كالجبل الشامخ ويطل عليهم في حسرة وغضب. صرخ موسى صرخة زلزلت أرجاء النزل، فتوقفت المعازف وتجمد الراقصون عرايا، وطارت نشوة الخمر من أذهانهم وتنبهوا من غفلتهم، فتواروا عن عينه كمن يواري سوءتهم. ألقى موسى لوحين من الجص كان بحوزته في غضب فتبددا ترابا، ثم هبط إليهم كالسيل الهادر يشب رؤوسهم بعصاه ويرقل من تطوله قدماه، والناس تفر من أمامه كما تفر الخراف من رعاياها. وجاء هارون إلى ساحة النزل عندما علم بعودة موسى، حملته قدماه إلى أن يقف أمام أخيه الثائر كالبركان، فامتدت اليد القوية إلى لحيته ورأسه تنتزعه من الأرض انتزاعا، وتجره على أرض النزل أمام أعين الناس الذين ارتعدوا خوفا. ثم صرخ موسى كليس يوشك أن يفتك بفريسته: تركتك خلفا لي لتمنعهم. جاء صوت هارون باكيا متألما مخنوقا وهو يرفع يد أخيه عنه قائلا: دع لحيتي. وكأنما أشفق موسى على أخيه من الألم فخفف عن قبضته وتركه ليدافع عن نفسه. مسح هارون التراب على رأسه وقال كثير النفس حزينا وهو يجلس على الأرض: لا تلومني، فلولا خشيتي منك لقاتلتهم. ثم أشار بيديه نحو الشامري وقال: سل ذلك الرجل الذي أضلهم بعجله الذي صنعه بيده. لم يلتفت موسى نحو الشامري، بل التفت إلى الجموع التي وقفت منكسرة تستر أجسادها العارية بأيديها، ويختبئ السكارى منهم خلف الزحام. ثم قال مذهولا: أهذه هي الوصية؟ أهذا هو الوعد؟ نكسوا رؤوسهم وارتعدت فرائسهم، وتحدث جعدون الحداد وقد ارتعش صوته الأجش حتى صار كنباح جرو قائلا: وماذا عسانا أن نفعل يا موسى؟ نظر إليه موسى غاضبا، فتراجع جدعون خطوة إلى الوراء حتى لا تناله صفعة من اليد الغاضبة، وقال وقد ارتعش صوته أكثر: وعدتنا بالعودة بعد 30 ليلة ولم تعد. قال موسى مذهولا: 10 ليال لم تحتملوا الصبر على وعد الرب؟ 10 ليال؟ ثم قال حسيرا: كمن بنى بنيانا من القش عصفت به الرياح، بئس ما خلفتموني من بعدي. قال عزرا، وكان أحد كبراء سبط رأوبين ويجيد الحديث: يا موسى، لقد وقعنا في الفتنة وأضلنا ذلك الشامري. قال: إننا قد حملنا خطيئة من ذهب المصريين، وأوصانا بالتكفير عنها بحرقها، فإذا به يخرج لنا هذا العجل من محرقة النار ليسحرنا به. صدقني يا نبي الله، لقد أضلنا هذا الرجل وسحرنا بسحر المصريين.
هتف الناس وكأنما وجدوا في إلقاء التبع على الشامري سبيلا للنجاة. نعم، لقد أضلنا الشامري، لقد أضلنا الشامري. قال الشامري: كان الشامري يقف إلى جوار العجل غير عابئ بهتاف الجماهير، فقال له موسى: ما خطبك أيها الرجل؟ انتبه إلى سؤال موسى وكأنما كان في غفلة عن الحديث، فرفع كتفيه ثم قال في اعتداد وكبر: خطبي أنا؟ لا أظنك تجهلني يا ربيب الفرعون. أنا الشامري، فنان فيثوم ومبدعها. أنا من يخلق من الحجارة آيات من الجمال، وأنا من إذا مست يده التراب صار حيا. أتريد أن تعرف ما خطبي؟ قد بصرت بما لم تبصر به، ومست يدي أثر الرسول. ثم انحنى برأسه نحو موسى وقال: الرسول الذي عبر بنا، وليس أنت يا ابن عمران. ثم قبض أصابعه في قوة وهو يقول بصوت عال: رأيت أثره في الرمال، فقبضت منها قبضة صنعت منها ما لا يقدر بشر على صنعه، حتى أنت يا صاحب العصا. ذهل الناس مما يقول الشامري، صاورهم الشك في أن يكون الرجل لا يزال يحتفظ بعقله، وتأكد لديهم ذلك حينما تحسس الجسد الذهبي في عطف وحنو، وقال كالمجذوب: انظروا إلى صنعة يدي، أرأيتم في بر مصر تمثالا بهذا الجمال؟ ألا يستحق هذا الجمال أن يعبد؟ ألا يستحق أن يكون إلهك وإله بني إسرائيل؟ قال موسى: بل انظر أنت إلى إلهك، نحن نحرقه أمام عينيك. صرخ الشامري كالمجنون: لن يمسه أحد، لن يمسه أحد. قال موسى: أصرخ كما شئت. صرخ الشامري: قلت لك لا مساس. قال موسى: رددها حتى تسمعها الوحوش في البرية. ثم أشار إلى يوشع، فانطلق يوشع ومعه الرجال من سبط لاوى يحطمون التمثال بالمعاول، والشامري يجري كالمجنون وهو يقول: لا مساس، لا مساس. ثم حمل الرجال حطام التمثال وأحرقوه في منتصف النزل أمام أعين بني إسرائيل. وحانت لحظة الحساب. اجتمع رؤوس الفتنة في حضرة موسى، نكسوا رؤوسهم وأسقط ما في أيديهم، وعلموا أنهم قد ضلوا، وقدموا عزرا للحديث. ففضلا عن كونه مفوها خطيبا، كان هو من تزعم الثورة ضد هارون من قبل. فوقف أمام موسى وقال في زلة وانكسار: يا نبي الله، قد فتنا وضللنا وظلمنا أنفسنا بعبادة العجل، فادع لنا ربك يغفر لنا ذنوبنا، فقد اعترفنا بها. قال موسى: نعم، قد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. قال عزرا وقد تهلل وجهه وظن أن موسى قد عفى عنه: إن شئت قدم كل واحد منا قربانا حتى يغفر الرب لنا ويتوب علينا. قال له موسى: أتريدون أن تتوبوا إلى بارئكم؟ قال عزرا: نعم. فقال موسى: اقتلوا أنفسكم. بهت عزرا وقال: ماذا؟ قال موسى: كل من سجد للعبد يقتل، فيتوب الرب عليه وعلى بني إسرائيل. تراجع عزرا ومن معه مذعورين، فوقف موسى على باب الخيمة ونادى في الناس: من كان مخلصا للرب فليأتي إليه. فتجمع إليه سبط لاوى، وقد تمنطق بعضهم بالسيوف والخناجر. فقال موسى: هكذا قال السيد الرب: لا يحن أحد منكم على قريب أو بعيد، كل من عبد العجل يقتل، فتكن كفارة له ولمن بقى من بني إسرائيل. وشعر عبدة العجل أنهم هالكون لا محالة، فرفع بعضهم السلاح، بينما فر من كان منهم دون سلاح هاربا في طرقات النزل. ووقعت مقتلة عظيمة في الساحة، لم ينجو فيها رجل أو امرأة ممن عبدوا العجل من القتل. قطعت الرؤوس والرقاب، وامتلأت الساحة برائحة الدماء. وقبل أن يحل المساء كانت الجوارح تحلق في سماء النزل، وهي تتطلع بنهم إلى وليمة عظيمة من 3000 قتيل. ورغم أني لم أرى تلك الواقعة ورغم صغر سني، فإنني شعرت حينها بأن إله بني إسرائيل
قد ضاق ذرعا بشعبه المفضل، وبدا أن الشعب الذي أفسده التدليل قد حق عليه أن يذوق قسوة العقاب، ويا لها من قسوة. ولما فرغ إيليا من حديثه بكى أبي بكاء شديدا وسأله: وماذا حل بالشامري؟ قال إيليا: أصابه داء في جسده، فامتلأ جلده بالبثور وفقد نور عينيه، وظل يهيم في الصحراء وهو يقول: لا مساس لا مساس، حتى فقدنا أثره. قال أبي متوجعا: وكيف حال باتشيفا؟ قال إيليا: هزلت وانكسر قوائدها، وقد حلت ضيقة على بيت من بيوت رأوبين. قال أبي حزينا: لهفي عليك يا أختاه، ليتني ما تركتك في النزل وحدك. ثم نادى أبي على زوجتيه وقال: يا أهل الدار، اجمعوا المتاع، فقد آن وقت الرحيل. الورقة 12. عدنا إلى وادي حوريب قبل مساء اليوم الثاني. استقبلتنا وجوه يكسوها الخزي والألم، ونفوس ترزخ تحت وطأة الذل والانكسار. تكلف الناس الابتسام للترحيب بقدومنا، وأفسحوا الطريق للرجل الوحيد الذي لم تقع عيناه على عجل الشامري. أناخ أبي الراحة إلى جوار الكوخ، ثم أخذني وانطلق إلى دار ابن عمه ملاخي الذي حلت عليه العمة باتشيفا ضيفة بعدما اختفى زوجها الشامري في الصحراء. نادى أبي على أهل الدار، فخرجت إليه زوجة ملاخي الغريبة الأطوار، وقد عصبت رأسها بعصابة سوداء، وتعفر وجهها وجلبابها بنخالة الدقيق. حياها أبي قائلا: مرحبا يا أم إيلاس، أين ملاخي؟ لم ترحب بنا، وكأننا لم نفارق الحي شهرا، وقالت بصوتها الحاد: هل جئت لتبحث عن باتشيفا؟ أجابها: نعم. أشارت بيدها نحو الصحراء، ثم قالت: تخرج مع الضحى إلى طرف الصحراء وتعود عند المساء. ما زالت تأمل في عودة زوجها المعتوه، لعنة الرب عليه. رأيت الألم يعتصر وجه أبي، ثم قال في حزن: وأين ملاخي؟ قالت: قد ذهب مع الرجال إلى خيمة الكليم. يقولون إن موسى سيختار من الأسباط 70 رجلا، سيصعد بهم إلى جبل الرب للاعتذار عن عبادة العجل. تعجب من حديثها وأراد أن يستوضحها أكثر، ولكنها أشارت إلى امرأة ترتدي السواد دخلت قبالتنا من باب الحي وقالت: ها قد عادت باتشيفا. فالتفتنا ورأيناها، امرأة ترفل في رداء أسود شديد الاتساخ، وقد انحنى ظهرها ونحف جسدها، وبدت أكبر من عمرها بعشرات الأعوام. لم أرى حزنا وشفقة على وجه أبي مثلما رأيتهما في تلك اللحظة. سالت دموعه فياضة حينما رأى أخته الوحيدة وقد وطئتها أقدام القدر، فتبدل غناها فقرا وعزها ذلا، وتحطم كبرياؤها على صخرة الفاقة والجوع. هرول أبي نحوها وناداها: لهفي عليك يا أختاه، بأبي أنت وأمي يا باتشيفا. انتبهت إليه، تمنعت في وجهه لحظات وكأنها لا تصدق أنها تراه، ثم ألقت بنفسها على صدره باكية، وانتحبت في شجون وهي تقول من بين دموعها: آه يا زخاري، خسرت أختك زوجها وحياتها، وسئمت العيش حتى صار الموت أقصى أمانيها. احتضنها باكيا وقال: حفظك الرب يا باتشيفا، هوني عليك، فإنما هي الأقدار ولا يظلم ربنا أحدا. قالت مترجية: ادع الرب لنا يا زخاري، فأنت رجل صالح، ادعيه أن يقضي علي وعلى الشامري بالموت، فإنني أموت في اليوم 100 مرة كلما تذكرت هائما على وجهه في الصحراء، يفر من الناس كلما اقتربوا منه ويقول: لا مساس. ربط على كتفها وقال: بل ادعوه أن يغفر لنا جميعا. ثم سحبها من يدها قائلة: هيا باتشيفا، فلا مقام لك إلا في دار أخيك. ترددت بعض الشيء، فقال مشجعا: هيا أختاه، ولا تحملي هم رومانة، فإن في قلبها رحمة، لو وزعت على بني إسرائيل لكفتهم. فتبعته إلى الدار، واجتمع في كوخنا نساء 3،
ما كان ليجمعهن على تناقضهن سوى قلب عامر بالصدق مثل قلب زخاري، وامرأة شديدة التسامح مثل رومانة. وفي اليوم التالي اجتمع الشعب في ساحة النزل، فقد اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا، ومعهم هارون وولداه ناداب وأبيهو، حتى يصعدوا إلى الجبل لطلب المغفرة لبني إسرائيل والاعتذار عن فتنة العجل. أمرهم موسى أن يغتسلوا وأن يطهروا ثيابهم، وأن يصوموا عن الطعام والشراب، وألا يكف لسان الواحد منهم عن التوبة والاستغفار. وودع الشعب البعثة المباركة بالدعاء والأمنيات الطيبة. ورأيت من بين المختارين للميقات ملاخي ابن عم أبي يسير مختالا فرحا، وزوجته غريبة الأطوار أم إيلاس تودعه بالزغاريت وتقول له: هنيئا لك رؤية الرب يا ملاخي، هنيئا لك يا شيخ رأوبين. وتجاوزت بعثة الاستغفار الوادي المقدس ووصلت إلى سفح الجبل، فأوقفهم موسى عند سفح الجبل المقدس، وطلب منهم أن يسجدوا للرب، وألا يكفوا عن طلب العفو والمغفرة مهما حدث ومهما سمعوا، في حين سيصعد هو إلى قمة الجبل لمناجاة ربه والاستغفار لهم. ونهاهم عن تتبعه أو أن يبرح أحد منهم مكانه حتى يأذن الرب له. يقول ملاخي: ففعلنا مثلما أمر موسى، وظللنا نلهب بالدعاء والاستغفار. ومرت الساعات حتى جاوزت الشمس سفح الجبل، وبدأ الجو يبرد والسحاب يتثاقل على قمة الجبل، ولم نلبس أن رأينا بروقا وسمعنا رعودا في السماء، فخاف الناس وارتعبوا، فقد كانت الصواعق على مقربة منا، وصوت الرعد يزلزل الجبل من أسفلنا. فشدد هارون علينا قائلا: لا يبرحن أحدكم مكانه، ولا تكفوا عن التسبيح والاستغفار. فهمس إلى شافاط بن حوري من سبط شمعون، وكان يجاورني في السجود قائلا: هل أتى الرب إلى الجبل؟ همست: لا أدري. جاء صوت نحيا من ورائنا مشاركا في الحديث الهامس: لابد أنه موكب الرب. ألا تسمعون صوت الرعد الذي يشبه الأبواق؟ قال شافاط متمنيا: ليته يتجلى لنا جهرا، إذن لأصابنا فضل لم يناله أحد من بني إسرائيل. فقلت متشككا: قد أتينا للاعتذار وطلب المغفرة، فهل يتجلى الرب على قوم من العصاة؟ قال نحيا: وما الضرر إذا سألناها كما سألها موسى؟ ألم يسأل موسى ربه أن يتجلى له؟ قال شافاط: بلى، ولكنه لم يقوى على رؤيته. قال شافاط: نحن سنرى. فمهما كانت قوة موسى فهي لم تبلغ قوة 70 رجلا من بني إسرائيل. جاءنا صوت مائير خفيضا لئيما كالفحيح، وحينها سنعلم إن كان موسى صادقا أم كاذبا. بهت السامعون من كلام مائير، وتلاقت نظراتهم في توجس، وقلت أنا مستنكرا: حذار يا رجال، نحن في حضرة الرب ولا بد أنه يسمعنا ويرانا. قال مائير في لهجة ذات مغزى: لا تخف، فالرب يستمع فقط لموسى ويرى. ثم أردف ويوحي إليه بقتل 3000 من رجالنا. أدارت كلماته رؤوس الرجال، وألقت في نفوسهم الساكنة بأحجار من الشك، فسكتت همهمات التسابيح والاستغفار. وشعر هارون بذلك فنادى على القوم: اسألوا الرب أن يرفع مقته وغضبه عنا، ولا تغفلوا عن التسبيح والاستغفار. ولم تمض دقائق حتى سكنت السماء وانقشعت السحب، وتوقف الرعود والبرق، وعادت الشمس للظهور. ثم تلتها ساعة أخرى قبل أن نرى موسى هابطا من فوق قمة الجبل إلى السفح، وقد تهلل وجهه وبدا عليه الفرح والحبور. وحينما وصل إلى السفح بادرنا بالبشرى قائلا: أبشروا أبشروا، قد غفر الرب لبني إسرائيل وتجاوز عن فتنة العجل. هلل بعض المشايخ فرحين، وكبر هارون وولداه، ثم خروا للرب ساجدين. وبعد أن هدأت الجلبة قال مائير متخابثا: وددنا لو سمعناها بأذنانا كما سمعتها أنت يا نبي الله. لم يعلق موسى، فقال شافاط: والله لقد استبشرنا خيرا،
حينما رأينا موكب الرب في السماء وسمعنا أصوات رعده وأنوار بريقه. قال موسى: ليس هذا بموكب الرب، إنما الرعد والبرق جنديان من جنوده. ولتعلم يا شافاط أنه لا يرى موكب الرب إنسان فيعيش. قال نحيا في سذاجة: يا نبي الله، قد وعدتنا بالمغفرة من قبل، وأمرتنا بأن يقتل بعضنا بعضا حتى يتوب الله عليهم. فقتل الأخ أخاه، وقتل الأب ابنه، وظننا أن الله قد غفر لنا ذلك. ثم أمرنا بالصعود إلى الجبل حتى يتوب الرب علينا، فهل استمعنا عفو الرب بآذاننا؟ غضب موسى وقال: أتكذبونني فيما أقول؟ قال شافاط: حاشا لله أيها الكليم، ولكن لتطمئن قلوبنا ولا تغضب، فقد سألت أنت ربك ما هو أكبر من ذلك. ومضت السماء بسنا برق خاطف، ثم أرضعت لحظات. ثم قال موسى في غضب: قد سألتها وقلبي عامر بالإيمان، أما أنتم فتسألونها وقلوبكم مليئة بالشك. قال مائير وقد كشف عن وجهه القبيح: وكيف يؤمن المرء بما تكذبه عيناه؟ قال موسى متحدا: وماذا أنكرت عيناك يا مائير؟ قال مائير: تركتنا عند السفح وصعدت وحدك إلى الجبل، ثم عدت لتخبرنا أن الرب قد تحدث إليك وغفر لبني إسرائيل، فكيف نشهد على ذلك ونحن لم نسمع له صوتا ولم نرى له أثر؟ اشتدت البروق والرعود، وجاء صوت موسى هادرا: ويحكم، إنكم سفهاء بلا عقول، أبعد المغفرة تنكثون؟ قال مائير متحديا وقد انعكست على وجهه أنوار البرق التي ملأت السماء: اسمع يا ابن عمران، قد صدقناك فيما مضى، أما الآن فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ولم يكمل مائير حديثه ولم نشهد نحن ما حدث بعده، فقد انقضت علينا صاعقة البرق من السماء، انتفض جسدي كله كمن لسعته مئات السياط، وسقطت صريعا ومعي 70 رجلا من بني إسرائيل في التو واللحظة. كم مضى علينا من الوقت لم ندري، ولكن هارون أخبرنا بما حدث أثناء ذلك، فقد أصابه الذهول وكاد أن يسقط مغشيا عليه حينما رأى 70 رجلا من شيوخ بني إسرائيل يسقطون صرعى في لمح البصر. أما موسى فقد جثى على ركبتيه وانهار باكيا، لم يصدق أن يحدث هذا بعد أن نال العفو من الرب على بني إسرائيل، وبدلا من أن يعود إلى شعبه بالبشرى سيعود إليهم بجثامين شيوخهم صرعى مرة أخرى. رفع يديه إلى السماء وعلى صوت تضرعه في السماء حتى فاق صوت الرعد، وظل يصرخ في رجاء: إلهي رجوتك أن تغفر لهم خطيئتهم، وإلا فلتمحني من كتابك الذي كتبت. فغفرت لهم وقبلتهم كما قبلتهم من قبل. ألم تنجهم من سنابك الفرعون؟ ألم تنجهم من الغرق في اليم؟ ألم تنجهم من الهلاك في برية سين؟ إن شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا الآن بما فعل هؤلاء السفهاء منا؟ أليست هي فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء؟ اغفر لنا أيها السيد وارحمنا، اغفر لنا فأنت غير الغافرين. وظل موسى يبكي ويتضرع حتى ارتجفت أجسادنا مرة أخرى، وأفقنا من صرعتنا، وقد علمنا أن الرب إله إسرائيل قد صار عدله أقرب إلينا من رحمته.